السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم هوايتي مطبخي. اليوم غنقدم لكم طويجين الحوت بالفرخ اللي كيجي لذيذ بزاف، اللي غنرافقو كذلك مع شلاضه اللي كتجي رائعه. صدقوني هاد الشلاضه ما يمكنش يذوقوها عندك وما يسولوكش باش نصايبها، صراحه كتجي رائعه بزاف بمكونات اللي بساطين ودغيا كتوجد. فبقاو معايا من الاول الفيديو حتى الاخر، ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. دعموني بلي لايك، ما نطولش عليكم، يلا نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في الطاجين، فهنا عندي الفرخ، واول حاجه غادي ندوي لكم عليها هي الشرموله عندي فيها الثومه، الفلفل الاحمر الحار والكمون وشويه ديال الملح. فإلا ما متواجده لكمش الشرموله ضروري تزيدوا هاد المكونات. غادي نحتاج شويه ديال الملح، عندي الفلفل الاحمر الحلو حتى هو مقداه. بيان سور ماشي كلشي كيكون مصايبو، غادي تعوضيه بالشونيه. عندي كذلك شويه ديال الكمون، وعندي عصير ديال الحامض، ومعلقه كبيره ديال مركز الطماطم. بالنسبه للخضر عندي فلفل، فلفله حمراء وخضراء، عندي حبه مطيشه كبيره مقطعه شرائح، وعندي الحامض كذلك مقطع شرائح، وعندي الطوماط سوريس، وغادي نحتاج البطاطا حتى هي مقطعه، وزيت زيتون او زيت العود، وغادي نحتاجو زيت المائده. فندوزو باش نشرملو الحوت. وهنا اول حاجه غادي نضيفو شرموله، قليل من الملح والكمون، الفلفل الاحمر الحلو او الشونيه، عصير الحامض. بالنسبه للمعلق ديال المركز الطماطم غادي نخليوها لاخر مرحله. فانا غادي نضيف شويه زيت الزيتون، غادي نخلط جميع المكونات وغادي نشرمل به الحوت. فهنا ضفت شويه ديال الماء. كيف كتشاهدوا غادي نشرمل الحوت، والشرموله اللي غادي تبقى هي اللي غادي نضيفوا عليها معلقه ديال مركز الطماطم، ونخفوها بالماء ونخليوها باش نضيفوها فوق الخضر. فوالا هنا من بعد ما ساليت ملي شرمت الحوت عفوا، غادي نضيف هذيك معلقه ديال مركز الطماطم، نخففها بالماء، ونجيب الطاجين ديالي. اول حاجه غادي نستف البطاطا، وبطاطا قطعوها رقيقه باش هكا، حيت الفرخ ما كيبغيش طياب بزاف، باش يلاه طيب هي والحوت قد. فوالا هنا من بعد ما ستفتها ضفت عليها الشرموله، غادي نضيف الحوت، ومن بعد غادي نستف البطاطا اللي بقات بهذا الشكل، نضيف مطيشه من الفوق، ونضيف كذلك على مطيشه شرموله، ونستف الفلفله، غنضيف الحامض، وغنضيف كذلك طوماط سوريز اللي غنتقبها باش هكا ما ترتقلياش من الطيب، ما ترتقش. فوالا من بعد غادي نضيف الماء، شويه ديال الماء للشرموله، وغادي نضيفها فوق الطاجين كامل. غنضيف زيت المائده واحد شويه، وغنضيف كذلك زيت الزيتون. يعني هنايا درت كميه ديال زيت الزيتون اكثر من زيت المائده. غادي نضيف كاس ديال الماء، وغادي نخلي الطاجين يطيب. صراحه هاد الطاجين جربوه، ما غاديش ندموا عليه، كيجي لذيذ بزاف. ويعني ما كنحتاجش ندير فيه الجزر، فقط البطاطا ومطيشه كيجي يا سلام.
فوالا هنايا غادي نخليه يكمل الطياب ديالو، وهنا من بعد ما طاب بصراحه راه كيجي رائع رائع. فوالا شوفوا البطاطا طايبه، الحوت كذلك. غادي نخليه يتشرب شي شويه ونتلاقاو باش نمشيو عفوا باش نوجدوا الشلاضه اللي غادي نحتاجو فيها البيض، الجزر محكوك. فوالا هنايا البيض تا هو حكيتو، بطاطا كنسلقوها مع شويه ديال الملح وكنحكها بالحكاكه الغليظه. وعندي هنا الفرomage احمر تا هو محكوك. غادي نحتاج المايونيز وغادي نحتاج الثوم. مكونات اللي بساطين ودغيا كيوجدوا ويعني هما اصلا واجدين. يلا نسلقوا عفوا البطاطا. فوالا هنايا اول طبقه كنديرو هي البطاطا. البطاطا ما تمعسوهاش، يعني حكوها ومن بعد عاد باش غادي نديروها بهذه الطريقه. فبالنسبه للزيت ديال الطون ما تضيعوش، يعني ماشي تقولوا لا هذا نحيدوه، لا بالعكس هو اللي كيبن لنا داك الخيزو غادي نضيفو على الجزر. يعني كيف ما كتشوفوا راه ما كاينش نهائيا يعني التوابل لا ابزار لا ملحه لا حتى شي حاجه، فقط هاد المكونات وكيجيو اكيليبر وكيجيو كتجي شلاضه اللي زوينه بزاف. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير، او بلا ما تردوا عليا في لي كومونتير جربوها وما غاديش تندموا عليها. فوالا هنا اول طبقه غادي نديرو هي البطاطا، من بعد غادي نديرو الجزر. فهنايا انا درت 3 ديال لي بلا، دونك قسمت بطاطا قسمتها على 3، جزر تا هو قسمته على 3، الثوم كذلك، وغادي نضيف فروماج ومن بعد غادي نضيف البيض. فبالنسبه للبيض اللي ما بغاش يديرو ما استغناو عليه ماشي مشكل. بالنسبه للعائله ديالي يعني كيبغيو فيها البيض. فوالا شوفوا كيفاش كتجي، يعني وشي حاجه اللي شاكره راسها براسها. فوالا انايا غادي نكمل معكم وحده ثانيه او طبق ثاني. كيف كتشاهدوا غادي نضيف اول طبقه البطاطا، غنحاول نسرحها بهذه الطريقه. من بعد غادي نضيف خيزو او الجزر، حتى هو غادي نسرحو بهذه الطريقه ونحاول نثبتو باش هكا من اللي نهز المول ما يتخواليش داكشي او مهم. غادي نضيف المايونيز، والمايونيز كيبقى اختياري، يعني كميه قليله ولا كثيره مهم نتوما كتحكموا في القياس. فكنعاود ناكد يعني راه ما كاين لا ملح لا ابزار. فالمكون الوحيد اللي كيميلونجي هاد العناصر فهو المايونيز. فوالا هنا من بعد ما ضفت المايونيز غادي نضيف الثوم وغادي نضيف الفرomاج وغادي نضيف البيض. كنعاود ناكد على البيض، فاللي ما بغاش يديرو ما يديروش، يعني غادي تقولوا لي هنا الطون والبيض. فالميلونج ديال هاد الشلاضه بهاد المكونات كتجي خطيره. كيف ذكرت معكم تقدروا تستغناو عليه وتكتفيو فقط بالطبقه الاخيره الفرomاج. فهنا تزيين مهم اختياري، درت واحد شويه ديال المايونيز وهكا قطع ديال الجزر. ومن هنا كنكون وصلنا لنهايه لا فيديو. صراحه الشلاضه كتجي واعره بزاف، والطاجين يعني راه باين غير من الشكل ديالو حتى المذاق كيجي ولا اروع. كنتمنى الفيديو يكون لقى الاستحسان ديالكم. من هنا كنكون وصلنا لنهايه لا فيديو. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم بخير، الى فيديو قادم باذن الله.